لو لسه بتعمل الاعلان بالطريقه دي فانت بتحرق فلوسك. بشوف ناس كتير جدا بتعمل اعلانات وبيقعوا في نفس الغلطه، والغلطه دي ببساطه جدا ان هم بيكتبوا الاعلان المناسب ليهم هم واللي يعجبهم هم، بيعملوا التصميم اللي يناسب ذوقهم هم ويعجبهم هم، بيحطوا الاوفر او العرض اللي يعجبهم هم، وفي الاخر انت ناسي العميل خالص. انت المفروض تكتب اللي يعجب العميل، تعمل التصميم اللي يشد انتباه العميل مش حضرتك، تعمل الاوفر اللي يشد انتباه العميل مش حضرتك. وفي الاخر انت بتخسر كل حاجه بسبب انك بتعمل الحاجه على ذوقك الشخصي. انت اهتماماتك مختلفه تماما عن اهتمامات عميلك. انت بتحب حاجه وهو بيحب حاجه، انت بتفضل حاجه وهو بيفضل حاجه. فالمفروض ان احنا نبقى بندرس السوق بتاعنا وبنعرف العميل بتاعنا قبل ما باخد اي خطوه، لان انا ببيع للعميل مش ببيع لنفسي. واللي انت بتعمله ده بيوصلك في الاخر انك بتصرف فلوسك على مشاهدات، مفيش مبيعات. في الدبلومه عندنا انت بتتعلم ازاي تحول المشاهد لعميل حتى لو مش مهتم 100% بالمنتج اللي انت بتقدمه. لو عاوز تبدأ دلوقتي ممكن تكتب لنا كلمة أبدأ في الكومنتس أو تخش على اللينك اللي في البايو. المهم تبطل تحرق فلوسك وتعرف ازاي تبيع للعملاء بتوعك فعلا.